معانا طريقة العمل الكشري الاقتصادي الحلة واحدة. ان شاء الله بإذن الله هيعجبكم. تعالوا نخش نشوف الطريقة، سهلة وبسيطة ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد الله إني أحبكم في الله. النهاردة مع بعض طريقة عمل الكشري الاقتصادي الجميل ده. كده بصل أنا قطعته جوانح صغيرة شرايح خالص، ولا حطيت عليه لا دقيق ولا نشا ولا أي حاجة، وبسم الله ما شاء الله طالع شكله جميل جدا. أنا استخدمت زيت البصل معايا هنا، هستخدمه في كل حاجة أنا هوريها لحضراتكم دلوقتي. حمرت بيها الشعرية اهو، بشوح بيها الشعرية، ونزلت عليها بالمكرونة الصغيرة بتاعت الكشري برضو شوحتها معاها تاخد لون، بس يعني هي شوحتها معاها كده تاخد لون عشان خاطر تبقى ايه، ما تبقاش الشعرية فاتحة والمكرونة غامقة، لا الاتنين يبقوا ايه واخدين لون بسيط مع بعض. كده هنفضل نقلب مع حضراتكم وهي لحد ما تمتزج اللون بتاعها. ان شاء الله باذن الله هيطلع ريحته ولا طعمه خطيره جدا ان شاء الله. كده شوحناهم اهو مع بعضينا. كده يا جماعه هنزل اهو بالعدس. العدس ده انا نقعاه من بالليل لحد الصبح وسلقته، خدته غلوه واحده بس في فص توم، وهنزل عليه بالرز اهوت. انا حطيت كوبايتين رز على ايه ربع كوبايه عدس، فما شاء الله العدس بيزيد لما بتنقعيه من بالليل بيزيد. وكده حطيت مع حضراتكم اهو الملح، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، وادي الكمون هننزل مع بعض اهو بالكمون، ما شاء الله اللهم بارك يا رب. كده هنقلب كل الحاجات دي كلها مع بعضيها عشان كلها احنا قلنا كشري الاقتصادي الحلة واحدة. طبعا هنبدأ نشوح فيها كده ان شاء الله بإذن الله، لان اساسا انا مستخدمة زيت الكشري، فما شاء الله الريحة والله وانا بعملها ما شاء الله اللهم بارك يا رب الريحة جميلة جدا. كده حضراتكم اهو بنقلب مع بعض اهوت، ما شاء الله الريحه مع تشويحه الرز والعدس والمكرونه والشعريه في قلب زيت البصل والله خرافه ما شاء الله. كده هننزل مع بعض اهو حضراتكم. بصوا في تكايه هتخلي الرز ده طعمه جميل جدا، انا حشت شويه ميه من العدس اللي سلقته عشان احطه على الرز، ادي زودت بيه الرز اهوت، وهزود معاكم بالميه برضو عشان نظبط مقدار الرز. يا جماعه ما نكترش الميه قوي لان الرز قليل والشعريه والمكرونه بيستووا بسرعه ما بياخدوش وقت. انا نزلت اهو بمقدار الميه يا دوبه غطت الرز والعدس والمكرونه والشعريه، يا دوبه هي غطيتها بس. هنزل كده مع حضراتكم هو بالمكرونه الاسباجيتي، ادينا قطعتها. المكرونه دي يا جماعه بتاعه الكشري لازم تكون رفيعه جدا بتاعه الاسباجيتي عشان تستوي معاكم بسرعه وما تعجنش ولا فيها اي حاجه خالص. كده هنوزع المكرونه كلها كده، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك يا رب. طريقة جميلة والله، بس جربوها هتدعوا لي ان شاء الله بإذن الله، هتوفر معاكم وقت ومجهود وحلل. كده ان شاء الله بإذن الله هنسلق مع بعض الحمص. الحمص ده برضه يا جماعة انا نقعاه من بالليل وضربت 4 قطيات ونزلت عليهم. لازم القوطة دي يا جماعة تكون متصفية جدا، محدش يحط القوطة من الخلاط على طول عليها. انا كنت مصفيها ونزلت معاكم بمعلقتين توم، معلقتين توم مهروسين. ما نكترش التوم يا جماعه قوي عشان ما يبقاش زاع، او يعني يبقى مظبوط كده. ان شاء الله باذن الله بامر الله الطريقه دي هتحبوها جدا والله، هتوفر معاكم وقت ومجهود وحلل. بسم الله ما شاء الله هتدعوا لي بجد والله. معانا معلقه ملح، معلقه بابريكا، معلقه فلفل اسمر، معلقه صغيره توم باودر وبصل باودر. نزلت عليهم اهوت واقلبه كويس جدا. بسم الله ما شاء الله انا لسه ما قلبتوش اهو والريحه طالعه والله ما شاء الله تجنن. بسم الله ما شاء الله بتشربوا حمص الشام وحمص عادي في نفس الوقت بتاع الكشري. بسم الله اللهم بارك يا رب، ريحته والله ريحته جميله جدا، ما تخيروهاش عن عربيات الحمص اللي في الشارع. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك يا رب. كده يا جماعة دي معانا دقة الكشري اللي هي بتاعت المحلات بالظبط. واوعوا تنسوا يا جماعة زيت البصل اللي هعمل بيه كل حاجة، ده التركاية اللي بتخلي ريحة الكشري جميلة. نزلت هنا بمعلقتين توم
وانا هشوح التوم بس، لان توم الدقه لا بيتحمر ولا بحاجه، ده هو يا دوب بس ياخد تشويحه في الزيت كده بس. وهنزل عليهم بالخل، دي 3 معالق خل. وما شاء الله اللهم بارك يا رب، ريحته جميله والله، جميله جدا والله العظيم، بسم الله ما شاء الله. وهنزل عليها برضو بليمونه، انا عصره ليمونه جدا ومصفياها. لازم الليمون ده يا جماعه نشيل البذر منه عشان ما يمررش، لازم واحنا بنعمله نشيل البذر منه عشان ما يمررش. ما شاء الله اللهم بارك، الريحه يا رب تحفه. هنا بقى انا غاليه معاكم ايه؟ ميه، مش هنزل عليه بميه ساعه من الحنفيه، لا، هنزل عليه بميه انا غليها وركناها على جنب، لان تبقى لازم تبقى دافيه شويه. بسم الله ما شاء الله. هنا معانا ملح، ما شاء الله اللهم بارك، لا حول ولا قوه الا بالله، الريحه تحفه والله يا جماعه، بسم الله ما شاء الله. كمون، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك يا رب، اللهم بارك. هنسيبه بقى، هنقلبه شويه ان شاء الله باذن الله ياخد غلوه واحده بس كده. معلقه توم برضو بزيت البصل، هو هيختلف شويه عن الدقه التوم لان احنا هنشوحه شويه. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك يا رب. كده شوحنا الثوم مع بعض اهوت، ما شاء الله اللهم بارك. بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوة الا بالله. وهننزل معاه بالقوطة. القوطة دي يا جماعة لازم تكون مصفية يا جماعة، اي صلصة بتاعة الكشري لازم تكون مصفية عشان القشر بتاعها. وهننزل مع بعض برضو بالملح ان شاء الله باذن الله، ما شاء الله الريحة والله تحفة. ادي الملح، بسم الله ما شاء الله. وكمون، واوعوا تنسوا يا جماعة معلقة السكر، لازم معلقة السكر يا جماعة أهم شيء. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك يا رب، لازم معلقة السكر. ده يا جماعة الشكل النهائي لطبق الكشري الجميل، اللهم بارك، زي المحلات بالظبط بس اقتصادي، كله في حلة واحدة، الطعم خرافة والله، بسم الله ما شاء الله. ما تنسوش اللايك الحلو الجميل بتاعكم وتعليقاتكم الجميلة، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.